اذا كنت انت باغي تربح، وعلاش ما ربحتش في المغرب؟ كنت رايح للمغرب باش تجيب كما قال ناصر توتادور، كانت تكون الفرحه فرحتين. علاش فرحه فرحتين؟ لانك انت قررت انك تروح للمغرب اللي قبل كنت تقول ما نروحلوش. اجتماعات رسميه في المغرب ما رحتش على اساس انك وزير الدوله الجزائريه. اليوم لا كاليفيكاسيون اصبحت صعبه، ولينا نطمع في الصومال نذهب الى الصومال. عيب وعار يا وخايف حتى مع الصومال جايبين هذا نلعبوها بالجزائر ثم نذهب في نص افريقيا تروح. هذا واجب اننا نتواجد من اليوم من هذا الصيغه وروح لازم نكونوا دائما وابدا في لا كوب دي موند. المغرب يعني الماكثات في البيت مثل ما يسمونهم، يعني خاضوا كل التصفيات في المغرب ذهابا وايابا. اليوم مصر والجزائر هناك تساؤلات على ان الفيفا سوف ترفض هذين الطلبين. نلعب في ديار الصومال ونفوز بنتيجه عريضه. نحن متاهلون الى المونديال. 10 في راح تروح تقول الناس اللي راهي اليوم اي ظروف والراهي تتبرر. اقسم بالله قبل كي ظهرت لا ليست قال لك نروحوا بالسيجار، هذا نروحوا نلعبوا بالبريلوكو نتكلفوا ولا